عليكم شباب هذا نشوف ردة فعل الناس في المقالب وفي التجربة الإنسانية. البرنامج ده بتاع زول صغير طبعا ده قبل الحرب كان بيعمل مقالب تجربة اجتماعية، بشوف يعني رد الشعب السوداني كيف، وشوف الناس الكريمين منهم. فهو عمل الحلقات دي لكن لقى انصدم مرة من شدة البتاع. كان نشوف مع بعض ونقرأ. هنا جاء لقى عمنا ده في الشارع، فقال لها حاجة أنا داير أقعد معك، ما عندي محل، ويعني جيت مقطوع البلد دي ما أعرف لها أي حاجة، بدار بيت أبيت فيه لحد بكرة الصباح ألقى لي حاجة السترباه. كان شو عمنا ده قال لي شنو؟ هسه أنا تلفوني سرقوه وعندي قروش سرقوه. كويس. وأنا طبعا البلد دي ما بلدي، أنا ما بعرف البلد دي. فحتى أنا ذات هسه ما عندي محل أقعد فوق، بس أنا لافي كده في الشوارع دي. فدار لي زول قاعدني معاه، يعني إن شاء الله يومين 3 يوم لحد ما الوضع عندي يتصلح. بقول لك عندي أولاد. عندي برا وعندي أطفال. بنات. وأولاد. طلعت منهم أكثر من شهرين ما رجعت اليوم. ليه؟ بسبب مرض شفتها. المرض دي حبس بول. عندك شنو؟ حبس بول. عمل لي عملية ما نجح، وقاعد اخذ حقن حق شنو؟ على المرض دي ذاتها، حبس البول ده بدوني الحقن ده راجع شوية، لكن الوجع وحسي كان داير اقول زي النار سخن تعب والله. المرة يختلف معي طبعا. المرة مشوا مولادي والله العظيم أكثر من 25 سنة مما تزوجته وولدنا الأولاد. من بقيت عيان المرة اختلف معي طوال. لما عمل لي عقدة نفسية ليه أحس لي أكثر من شهرين، يا هو برقد في الشوارع زي ده والله مع الأسف. يعني ما مختلف مع المرة كان بسوقت معاي في البيت. محلنا أرقد نرقد سوا لحد ما ربنا يفرجها. محلنا أرقد نرقد سوا لحد ما ربنا يفرجها. يا سلام يا أخي، كلامك كويس شديد. كلامك كويس شديد، لكن أبوي التلفون ده هدية مني أنا لك، أقبلها مني. أنا ما أنت اسمك منو؟ أنا ما زال زي ولدك. اسمك منو؟ أنا اسمي مصعب عمر. ابوي الهديه دي اقبلها مني انا، ودي حاجه بسيطه جدا مني انا لك. انا ما انت برضه قصتك دي نحن الاثنين قصتنا زي بعض. التليفون ده اقبل مني انا وخليه معاك. بالعكس المفروض انا اللي اديك. يعني انا ما جاي من سفر ولا اتقطعت ولا كده، ده برنامج بنعمله عشان نشوف الناس، يعني انه الناس بتساعد بعض كيف. يعني هسه انا جيتك انت ذاته قاعد في الشارع، انا لما جيتك وحكيت لك قصتي دي يعني انت ذاته شنو تعاطفت معي ودليتني. يعني قلت لي انا لو كان ما عندي مشكله انا كان بسوقك معي بيتي عادي تقعد معي. والله العظيم كان اسوقك معي في بيتي. محل ارقد انت ترقد، محل ارقد انت ترقد، محل ارقد انت ترقد. والله قال لي انا لو ما قاعد في الشارع محلنا بنوم ده كان تنوم معي. فوالله العظيم سبحان الله برغم انه قاعد في الشارع، وطبعا ادى الهديه قال لي انت زول مقطوع والهديه دي تاولى منك يعني انت زول محتاج مغلوط ما تديني الحاجه دي. فسبحان الله كان يشوف ده برضه. يعني انا ممكن اقعد معاهم هنا في الجامعه بشيلهم يصلي العصر معاهم واتكلم معاهم، قول له انا راس اللجنه، بقول لك يا ذاك بقول لهم يا جماعه انا داير احكي لهم بظرف كده 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 كده، بعد ما اسمه داير اقعد لي يومين 3 لحد ما ظروف انت تتسوى بخلوك تقعد ما عنده اشكال. اشتري لي حاجه، اشتري لي بايش زي شنو مثلا؟ حاجه اكل انا من الصباح لافي على لحم بطني. والله خير، انا دي اخر والله غير هذه ما املكها لا، والله غير هذه ما املكها لا، والله غير ما املك. غير دي ما بملك، لكن تشيل انت حلوين مني. ابوي لكن انت هسه قريب احتمال تكون لا ما عندك اولاد عندك حاجات. ما مشكله الله بيجيبها. الله بيجيبها ابشر. شيلها والله بدك لا وجه لا تعالى ما دار فيها جزء ولا شيء. خلاص شيلها دار بدك تفهم عليك. الو الله انا خير ال1000 جنيه دي ما بملك حاجه، لكن قال لها اقلابس وربنا بسهلها. يعني والله الشعب السوداني شعب طيب خلاص. كده طلع النعال دي. داير نعال؟ لا انت داير نعال ولا شنو؟ داير نعال؟ كان داير نعال ده تسوي شنو يعني؟ ما بنديك نعال، داير نعال بنديك. تجيبها منين؟ من جوا. لا طلع النعال ده ذاته، بس داير امشي الاقي سلوى. انا سلوى دي قاعده في كبري المورده. كويس.
ولا ما في كوبري اسمه النور ده؟ في اتفضل جرب. لو ما قدرك نجيب لك تاني. تجيب لي شنو؟ نعال. ليه؟ ده قدرك؟ وانت تلبس شنو بعدين؟ عندي انا. عندك شنو؟ عندي نعال. يعني هسه كنشيته دي ما فارقه معاك؟ لا ما مشكلة. ها؟ ما مشكلة بالنية مش. كنشيته دي ما فارقه معاك؟ لا ما مشكلة. ها؟ ما مشكلة بالنية مش. كيف بالنية مش؟ البس. شوف ده يعني دخل سال بتاع عربات، يعني برغم انه هو ما عنده حاجه قال له داير نعال، قال ادى النعال قال له شيلها ربنا فيه، يعني اداها له بكل ثقه، يعني قال له شيلها زي. بس دي كانت حلقتنا، بس ما تنسوا اللايك والشير والمتابعه، ويعني يعني والله العظيم يعني شوف الشعب السوداني شعب كريم كيف، والله ما شاء الله يستحق الدعم. دمتم في امان الله.